مهم ان المهندس اللي يبقى بينفذ لك يبقى فاهم ذوقك، بعرف اشرح لك وعارف انت عايز ايه، وما يبقاش بيزقك ناحية اللي هو عايزه. في الاخر بتاخدي قرار سريع. لاني كنت برضو مستعجلة. اللي يعمل لك الديزاين بشكل كبير يبقى هو اللي بينفذ. ان اللي ابتديت معاه حاول تخلص معاه. المهندس لما بيتعامل مع كلاينت فاهم، انا بقول اللي فاهم بيريح، بتفهمي الموضوع بسرعه، بيوصل لك، ما بتعبش معاكي في الكلام ده من خلال ان انت احتكيتي. يعني الكلاينت اللي بيفهم او اللي فاهم ده مبقاش كلاينت متعب. لو جيتي المهندس تاني خبرته قليله، تعمل مع عميل فاهم بيكشف، بيروح يسأل من وراك في كل حاجة، ويجي ويبقى عنده نص معلومة مش المعلومة كاملة. انا بحب العميل ده قوي، هو يرجع يقول لك انا غلطان. هو ده طلب العميل. لا، هو طلب العميل بيقف لحتة معينة ما يبقاش فيها مشكلة هندسية. تاخد كلام العميل وتترجمه لوظيفة في شغلك تفيد العميل مش تضره. أيوة، مش هقول إن هي مرحلة سهلة، مرحلة صعبة، بس بيسهلها وجود حد فاهم وعارف يسهل عليك حياتك. هو بيتعالج دلوقتي. ف...